ما تخلّيش اللي ظلمك يعيش جواك، ولا تخلّي الغضب منّه ياكل قلبك كل يوم. خلّيني أقول لك حاجة يمكن تغيّر نظرتك كلّها. الأحداث في حياتك مش مجرّد ناس بتأذيك أو بتظلمك، دي جزء من قدر ربنا وتدبيره ليك. ربنا وهو بيتكلم عن اليهود في القرآن قال: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فحتى اللي بيأذيك هو تحت قدرة ربنا وبيتحرك بإذنه. وربنا برضو بيقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني إيه؟ يعني محدش يقدر يضرك إلا بحاجة ربنا كتبها عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى اللي ظلمك مش هو الحقيقة، هو مجرد سبب، لكن القدر هو الحقيقة. يمكن ابتلاء، يمكن رفع درجة، يمكن رجوع لربنا. في الآخر ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فما تخليش قلبك يمتلئ كراهية لشخص كان مجرد سبب. اطلب من ربنا يفهمك الحكمة ويحول الألم لنور.